بيبتدي الفيلم مع بنت اسمها فرانسيس بتشتغل جرسون في مطعم، وبعد يوم شاق جدا بتركب المترو علشان ترجع البيت، وبتلاحظ ان في واحدة نسيت الشنطة بتاعتها، فبتاخد الشنطة وبتروح علشان تسلمها لمكتب المفقودات في محطة المترو، ولكنها بتلاقي المكتب مقفول لان الوقت اتأخر. فبترجع فرانسيس للبيت ومعاها الشنطة، فبتقرر تفتحها وتدور على اي حاجة تدل على صاحبتها علشان ترجعها لها. وبنعرف ان هي عايشة في بيت صديقتها إريكا علشان هي مصممة تعتمد على نفسها وتشق طريقها في الحياة لوحدها، خصوصا بعد ما والدتها توفت. فبتلومها إريكا علشان خدت الشنطة، ولما بتفتحها بتلاقي فيها فلوس وبطاقة شخصية لواحدة اسمها جريتا. فبتقول لها فرانسيس ان هي هتروح لها بكرة على العنوان اللي في البطاقة تودي لها الشنطة، وبعدها بيروحوا السينما مع بعض علشان يستمتعوا بوقتهم. فبتقول فرانسيس ان هي ما بتكلمش والدها من فترة كبيرة بسبب ان هو طول الوقت بيتحايل عليها تسيب الشغل وترجع تعيش معاه وتبقى مرفهة. وتاني يوم بتروح فرانسيس لبيت جريتا علشان تديها الشنطة بتاعتها، فبتشكرها جدا وبتعزمها تدخل تشرب معاها فنجان قهوة. فبتوافق فرانسيس وبتدخل البيت، وبتلاحظ ان هي عايشة لوحدها، وبدون مقدمات بتسألها جريتا عايشة مع اهلها ولا لا. فبتحاول فرانسيس ان هي ما تتكلمش عن كل تفاصيل حياتها، وبتقول لها ان هي عايشة مع صديقتها إريكا علشان البيت بتاعها قريب من شغلها. واثناء ما هما بيتكلموا فرانسيس بتسمع صوت خبط في الحيطة، فبتزعق جريتا للجيران وبتقول لها ان جيرانها بيعملوا تصليحات في الشقة وطول الوقت بيضايقوها. وبعدها بتعزف على البيانو، وفرانسيس بتلاحظ صورة بنت صغيرة وبتسألها مين دي. فبتقول لها ان الصورة دي صورة بنتها نيكولا، وان هي عايشة بعيد عنها وقررت تعيش لوحدها علشان تستقل بحياتها وتعتمد على نفسها. فبتتفاجئ فرانسيس بكلامها ده لان هي افتكرت نفسها لما قررت تسيب والدها وتعتمد على نفسها. وبتوريها جريتا صورة للكلب بتاعها، وبتقول لها ان هو مات ومش عارفة تجيب كلب غيره. فبتطلب منها رقم تليفونها بحجة ان هي ست كبيرة وممكن تحتاج مساعدتها في اي حاجة. فبتديها فرانسيس الرقم وبتمشي. وبيجي الليل وبتكون فرانسيس قاعدة مع صديقتها إريكا، وفجأة بيجيلها مكالمة من جريتا وبتطلب منها تروح معاها بكرة يشتروا كلب. فبتوافق فرانسيس وبتروح معاها لمحل الكلاب، وبتختار جريتا كلب شبه بتاعها اللي مات. وبعدها بيتمشوا مع بعض، وبتتكلم فرانسيس عن والدتها اللي توفت، وبتقول لها ان هي مش قادرة تتخطى حزنها على والدتها، وده سبب لها أزمة نفسية وخلاها تنعزل عن الناس. فبتحاول جريتا تهون عليها وبتطلب منها يكونوا أصدقاء. ولما بترجع البيت بتفتح صفحة الفيسبوك بتاعت فرانسيس وبتتفرج على كل صورها، وبتبعت لها رسالة على الموبايل بتطلب منها يتقابلوا في الكنيسة بحجة ان هي عاوزة تساعدها تتخطى حزنها على والدتها. وبالفعل بتوافق فرانسيس وبتروح للكنيسة. ولما بيخرجوا بتكلمها جريتا عن بنتها نيكولا، وقد ايه هي بنت ناجحة وقدرت تحقق كل اللي بتتمناه، ولكن بعد بنتها عنها خلاها تحس بالوحدة، وبتحاول تتأقلم مع الوضع وتعيش حياتها هي كمان. وبعدها بيروحوا بيت جريتا وبتقعد تعزف على البيانو، ولان فرانسيس والدتها متوفية بتتعلق بجريتا جدا وبتوعدها ان هي تفضل جنبها ومش هتتخلى عنها. وتاني يوم بتطلب منها صاحبتها إريكا ان هم يخرجوا يتفسحوا مع بعض. ففرانسيس بترفض وبتقول لها ان هي وعدت جريتا تتعشى معاها. فإريكا بتشك في الموضوع ده وبتنصحها ما تثقش فيها لان هي مجرد واحدة عارفاها من يومين، ولكنها بتتجاهل نصيحتها. وبتروح لجريتا فعلا وبيجهزوا العشاء مع بعض. فبتطلب منها جريتا تجيب الشموع من الدولاب بتاعها. ففرانسيس بتفتح دولاب غلط وبتتفاجئ ان في شنط كتير شبه الشنطة اللي لقيتها في المترو. فبتبدأ تستنتج ان جريتا بتسيب الشنطة في المترو قصد علشان تستدرج البنات وتجيبهم للبيت بتاعها. والغريب في الموضوع ان هي كاتبه اسم كل بنت على الشنطه اللي لقيتها، ومن ضمنهم يبقى اسم فرانسيس. فبتحاول ان هي ما يبانش عليها ان هي عرفت. ولما بيقعدوا يتعشوا مع بعض بتقول لها ان هي تعبانه ولازم تمشي. فبترجع البيت وبتحكي لصاحبتها إريكا على كل حاجه، وبتقول لها ان الموضوع ده مريب ولازم تبعد عن جريتا. فبتلومها إريكا علشان ما سمعتش كلامها من الاول ووثقت فيها وهي لسه عارفاها من يومين. ولما فرانسيس بتروح الشغل بعد كده بتلاقي جريتا رنت عليها 80 مره وبعتت لها رسائل كتير جدا. فبترتبك جدا وبتحس ان في حاجه غلط بتحصل، وبتتصل على إريكا علشان تحكي لها. وفجاه هنا بيجي المدير بتاعها وبيقول لها ان في واحده عاوزه تقابلها. فبتروح علشان تشوف مين، وبتتفاجئ ان هي جريتا. واول ما بتقابلها بتنفعل عليها جدا وبتقول لها تبعد عنها لان هي شافت الشنط الكتير اللي في الدولاب بتاعها، وفهمت ان هي بتسيب الشنطه بتاعتها قصد في المترو علشان تستدرج البنات. وبتسيبها بعد كده وبتمشي. فبتبعت لها جريتا ريكورد على الموبايل وبتقول لها فعلا ان هي بتستدرج البنات، ولكن ده علشان هي بتحاول تكسب اي صديقه لان هي حاسه بالوحده من ساعه ما بنتها بعدت عنها. وكل البنات اللي هي اتعرفت عليهم دول سابوها لوحدها برضه ومشيوا. ولما بتلاقي ان فرانسيس ما بتردش على رسائلها برضه بتبعت لها ورده على البيت وبتبعت لها معاه جواب اعتذار، ولكن فرانسيس ما بترضاش تستلم الورد لانها مش واثقه فيها.
فيها وحاسة ان هي بتخطط لحاجة. وبعد شوية بتروح الشغل، واثناء ما كانت بتقدم الطلبات للزباين بتتفاجئ ان جريتا واقفة بتراقبها بره المحل، فبترتبك وبتتصل بالشرطة. ولما بيجي الضابط بيقول لها ان هو ما يقدرش يقبض عليها لان هي ما عملتش اي حاجة غير قانونية، وان وقفتها في الشارع ده حق من حقوقها، وبينصحها ان هي تتجاهلها تماما لان اهتمامها بيها هيخليها تصر ان هي تراقبها. ففرانسيس بتبدأ تقلق اكتر من مطاردتها ليها طول الوقت. ولما بتخلص شغلها بتركب المترو علشان تروح، وبتلاقي جريتا قدامها، فبتنزل من المترو بسرعة. ومن حسن الحظ الباب بيتقفل على جريتا وما بتعرفش تكلمها. وبعدها بتروح البيت وبتلاقيها مستنياها قدام الباب، فبتنفعل فرانسيس جدا عليها وبتطلب منها تبعد عنها وتبطل تطاردها، وباسلوب تهديد صريح بتقول لها جريتا ان هي ما بتحبش حد يتجاهلها، وفي النهاية هي اللي هتجني نتيجة افعالها، وبتسيبها بعد كده وبتمشي. فبتروح فرانسيس هي وصديقتها إريكا لمركز الشرطة، وبتطلب من الشرطية ان هي ترفع دعوة للمحكمة بعدم تعرض جريتا ليها. فبتقول لها ان الموضوع ده هيحتاج حوالي 4 شهور عشان الدعوة دي بتاخد وقت. وتاني يوم بتفتكر فرانسيس كلام جريتا لما قالت ان الكلب بتاعها مات، فبتشك ان هي ممكن تكون قتلته، وبتقلق على الكلب اللي هي اشتريته معاها في المحل من يومين. فبتقرر انها تسرق الكلب منها وترجعه المحل مرة تانية. فبتروح لبيت جريتا وبتراقبها وبتلاقيها خارجة ومعاها الكلب، وبالصدفة بتشوف في سلة الزبالة بتاعتها جوابات قديمة من بنتها نيكولا. فبتاخد الجوابات دي وبتلاقي عليها رقم تليفون نيكولا، فبتبعت لها رسالة صوتية بتطلب منها تقابلها في أقرب وقت علشان تعرف منها السبب الحقيقي اللي بيخلي جريتا تستدرج البنات. وبعد شوية بترجع البيت وما بتلاقيش إريكا صاحبتها، فبتتصل علشان تطمن عليها. فبتقول لها إريكا ان هي على البار مع اصحابها وهترجع البيت كمان ساعة. وبعدها بيتصل بيها والدها على تليفون البيت وبيطلب منها ترجع تعيش معاه لان هو قلقان عليها جدا. وفجأة هنا بيجيلها رسالة من جريتا على الموبايل، ولما بتفتحها بتتفاجئ ان هي مصورة إريكا في البار. فبتتصل على إريكا وبتطلب منها تخرج من البار ده بسرعة لان جريتا مراقباها دلوقتي. فإريكا بتخرج من الباب الخلفي وبتصورها جريتا من غير ما تحس وبتبعتها لفرانسيس. وبعدها بتروح على المترو وبتفضل جريتا مراقباها وبتبعت الصور. ففرانسيس بتقلق اكتر وبتطلب منها تخرج من المترو بسرعة علشان ممكن تكون بتخطط لخطفها. فإريكا بتخرج من المترو وبتركب الاتوبيس، وكالعادة بتبعت جريتا الصور لفرانسيس. ولكن المرة دي إريكا بتشوفها وبتنفعل عليها وبتنزل من الاتوبيس علشان تدور على تاكسي وتروح. وبرضه بتلاقي جريتا واقفة في الشارع وبتراقبها، فبتفقد هنا اعصابها وبتروح علشان تتخانق معاها. ولكن فجأة بتلاقي تاكسي في وشها وبتكون فرانسيس جواه وبتقول لها تركب بسرعة علشان يروحوا. وفي طريقها للبيت بتوريها فرانسيس الصور اللي كانت بتبعتها لها، وبتقول لها ان جريتا ممكن تكون مجرمة وممكن تكون بتخطف البنات علشان تبيع اعضائهم. وتاني يوم بتقعد فرانسيس علشان تفطر، وبيجي لها مكالمة من نيكولا بنت جريتا، وده لان هي كانت بعتلها رسالة صوتية لما لقت الجوابات بتاعتها في سلة الزبالة. فبتقول لها ان هي سمعت الرسالة الصوتية بتاعتها وعاوزة تقابلها علشان تشرح لها كل حاجة. وبعد شوية بتروح فرانسيس علشان تقابلها، وبتتفاجئ ان هي مش نيكولا ولكن هي صديقة نيكولا المقربة. وبتقول لها ان نيكولا ماتت منتحرة من 4 سنين وكانت مريضة نفسيا وكانت بتتعالج، والسبب في ده ان والدتها جريتا كانت بتعذبها وهي صغيرة وبتحبسها في صندوق لايام كتير. فبتنصدم فرانسيس وبتروح الشغل علشان تنسى كل حاجة عن جريتا. فباباها بيتصل بيها وبيقول لها ان إريكا صاحبتها حكت له عن كل حاجة وانها لازم ترجع تعيش معاه لان هو قلقان عليها جدا. وبعدها بتروح فرانسيس تاخد طلبات الزباين، وبتتفاجئ ان جريتا قاعدة في المطعم، فبترفض تتكلم معاها وبتحاول تتجنبها. ولكن جريتا بتنفعل عليها وبتكسر في المكان وبتيجي الشرطة وبيقبضوا عليها. ولما بترجع فرانسيس البيت بتكلم مركز الشرطة علشان تعرف هم عملوا ايه مع جريتا. فبتتفاجئ ان الشرطة افرجوا عنها لان هي ما سببتش ضرر جسدي لحد. وبتلاحظ إريكا انها متوترة وخايفة، فبتقول لها ان الحل الوحيد علشان تبعد جريتا عنها انها تروح تعتذر لها على كل حاجة وتمثل قدامها ان اعصابها تعبانة وانها محتاجة تبعد فترة وتفكر في كل اللي هي عملته. وبالتالي جريتا تدور على بنت تانية وتسيبها في حالها. فبالفعل بتروح فرانسيس تقابل جريتا في الكنيسة وبتعتذر لها على تجاهلها ليها الفترة اللي فاتت بحجة ان هي حزينة على موت مامتها ومش عارفة تفكر، علشان كده هي مسافرة بكرة تفكر في كل اللي هي عملته وهترجع تتكلم معاها مرة تانية. فبتقتنع جريتا بكلامها وبتقول لها ان هي مسامحاها طالما هترجع مرة تانية. وبعدها بترجع فرانسيس البيت وبتشرب قهوتها وهي حاسة بالانتصار علشان اخيرا هتهرب من جريتا وهترجع تعيش مع باباها في سلام. ولكن فجأة بتحس ان هي دايخة وبتقع على الارض، وبتدخل جريتا البيت وبتخطفها. وبنكتشف ان جريتا كانت مدبرة كل ده من البداية ودخلت البيت وهي مش موجودة وحطت لها مخدر في القهوة. وبعدها بتاخدها للبيت بتاعها وبتحبسها في صندوق جوه أوضة سرية ورا البيانو، وبتاخد منها الموبايل وبتفتحه ببصمة صوابعها علشان ما تكلمش حد. ولما فرانسيس بتفوق وبتلاقي نفسها محبوسة في صندوق بتبدأ تصرخ بصوت عالي جدا وبتكون مفزوعة وخايفة جدا ومش مستوعبة اللي بيحصل. وطبعا فرانسيس بتحاول تفتح الباب بأي طريقة ولكن بدون أي فايدة. وبالصدفة بتلاقي بطاقة شخصية بتاعت بنت
البنت، وبتكتشف ان صوت الخبط اللي سمعته اول مرة لما جت بيت جريتا كان صوت استغاثة من البنت دي، وان هي كانت بتطلب من اي حد يساعدها. وفي الوقت ده جريتا بتفكر في خطة علشان محدش يدور على فرانسيس، فبتبعت صورة لوالدها من تليفونها وهي مع صاحبتها إريكا علشان ما يشكش ان حصل لها حاجة، وبعدها بتبعت صورة لإريكا وهي مع والدها علشان تطمنها ان فرانسيس رجعت بيت ابوها. وبعد مرور اسبوع ابو فرانسيس بيروح لبيت إريكا علشان يطمن عليها لانه بقاله اسبوع ما سمعش صوتها، وبيتفاجئ هنا انها مش هناك، فبيفهم ان جريتا خطفتها، وبيروح لمكتب محقق خاص علشان يحقق في الموضوع ده ويرجع له بنته في اسرع وقت. فالمحقق ده بيديله الملف بتاع جريتا وبيقول له ان هي كانت ممرضة في مستشفى واتطردت منها بسبب سوء استخدامها للمخدر. وفي الوقت ده بتقرر جريتا ان هي تخرج فرانسيس من الاوضه ويجهزوا الاكل مع بعض في المطبخ، وطبعا ده لان هي كانت بتحط لها مخدر لفتره طويله وواثقه ان فرانسيس مش هتقدر تعمل اي حاجه. ولكن على عكس المتوقع فرانسيس بتضربها على دماغها وبتفقدها الوعي وبتحاول تخرج من البيت، ولكن للاسف بتلاقي كل الابواب والشبابيك مقفوله، فبتنزل المخزن بتاع البيت علشان تدور على اي مخرج تهرب منه وما بتلاقيش اي ابواب، فبتبدا تحاول تستكشف المكان، وبالصدفه بتشوف جثه بنت متكتفه ومرميه على الارض. وفجاه هنا بتيجي جريتا وبتحط قماشه على عينيها وبتخدرها مره تانية وبتحبسها في نفس الاوضه اللي كانت فيها اول مره. وبعد شويه بتخرج جريتا من البيت وبيجي المحقق اللي والد فرانسيس كلفه يدور عليها وبيبدا يحاول يستكشف المكان، فبتشوفه جريتا وهو على السطح بتاعها وبتساله هو بيعمل ايه. وبعد شويه تفكير بيقول لها ان والد فرانسيس بيدور على بنته لانها مختفيه من فتره، فبتعزمه جريتا على فنجان قهوه. ولما بيدخلوا بتفوق فرانسيس من المخدر وبتتفاجئ ان هي مربوطه على السرير، وبتسمع صوت المحقق في البيت وبتحاول تهز السرير وتعمل اي صوت علشان يسمعها وينقذها. فبسرعه جريتا بتشغل الراديو علشان المحقق ما يسمعش صوت فرانسيس، وبعدها بتقول له ان هي هتروح تاكل الكلب بتاعها، وبيكون واضح عليها ان هي بتخطط لحاجه. فبيلاحظ المحقق ان البيانو بيتهز وبيسمع صوت صراخ، فبيحرك البيانو بسرعه وبيلاقي باب سري موجود وراه. وقبل ما يدخل المحقق لفرانسيس بتيجي جريتا وبتحقنه بمخدر في رقبته فبيقع على الارض، فبيطلع مسدسه بسرعه وبيحاول يضرب عليها نار، ولكن للاسف بسبب المخدر بيفقد الوعي. فجريتا بتاخد منه المسدس وبتقتله وبترميه في المخزن بتاعها. وتاني يوم بترجع جريتا تنفذ نفس اسلوبها في خطف البنات، وبتروح المترو بتسيب شنطتها قصد علشان تستدرك بيها بنت جديده. وفعلا في بنت بتلاقي الشنطه بتاعت جريتا وبتروح لها البيت علشان ترجعها لها، وكالعاده بتستضيفها في البيت وبتحط لها مخدر في القهوه. ولما بتسمع فرانسيس صوت حد في البيت بتحاول تهز السرير وبتحاول تعمل صوت علشان حد ينقذها، فبتشغل جريتا الموسيقى. وفي الوقت ده البنت اللي لقت الشنطه بتبدل فنجان القهوه بتاعها بتاع جريتا، ولما بتشرب جريتا القهوه بتبدا تدوخ وبتقع على الارض. وبتتفاجئ ان البنت دي تبقى إريكا صاحبه فرانسيس، وانها اتنكرت وخططت لكل ده علشان تنقذ صاحبتها. وبتبدا إريكا ان هي تدور على فرانسيس في البيت، وبتسمع صوت خبط ورا البيانو فبتشيله بسرعه وبتفتح الباب وبتفك فرانسيس من على السرير. وفجاه بيسمعوا صوت خبط على البيانو وبتتصدم إريكا ان جريتا اختفت، فبتخرج فرانسيس من الاوضه وهي خايفه، وبتلاقي جريتا واقفه وراها وبتخنقها، وطبعا بتكون مش في وعيها او بتقاوم اثر المخدر. وبعد كده بتقع على الارض وبتفقد وعيها تماما. ففرانسيس وإريكا بيشيلوها وبيحطوها في الصندوق اللي بتحبس فيه البنات، وبيقفلوا عليها الصندوق ده علشان يعاقبوها بنفس الطريقه اللي كانت بتعملها مع البنات قبل كده، وبيقرروا يخرجوا من البيت من غير ما يبلغوا الشرطه. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رايك في الكومنتات.